أكتر الكلمات اللي بتتقال يوميا عند المصريين: صباح الفل والياسمين بدل صباح الخير، عشان بنحب نتفائل بأبسط الحاجات حتى لو الفل والياسمين، ونشوف الابتسامة على وش الناس. كل سنة وانت طيب. الجملة دي من الكلمات اللي بنقولها على طول، سواء في مناسبة أو مفيش. أخدنا عليها وبقت من الكلمات اليومية. تشرب شاي؟ على طول بنقولها لما يجي ضيف أو نروح في أي مكان، سواء بنزور حد أو حد بيزورنا. طنش دي كلمة قديمة مأخوذة من اللغة القبطية القديمة، طنشة، ومعناها انسى. وفي الفترة الأخيرة في كلمات زيها، زي يا عم كبر أو نفضله. معلش، كلمة معلش بنقولها لو قلنا كلمة غلط أو عملنا موقف مش ظريف، بنقول معلش لتبرير الموقف. يا باشا، يا باشا بقينا بنقولها كتير لأي شخص في أي مهنة، بقت كلمة متداولة. قراري، ساعات بنقول ده فلاح قراري، ده معناه إنه شخص حويط وبيعرف يطلع الخبر من اللي قدامه. قوي، قوي بمعنى جدا، زي بحبك قوي، أكلت كتير قوي. واستنونا الفيديو الجاي مع كلمات مشهورة وبنقولها دايما في العامية المصرية. باي باي.